القاهرة الدكتور إيهاب فرج، استشاري القلب والأوعية الدموية في معهد القلب القومي. مرحبا بك دكتور وشكرا لانضمامك إلينا. أولا، حسب ما سمعنا في التقرير وعمليات القرصنة التي تمت، على ماذا تتم عمليات القرصنة؟ هل على مركب هذا اللقاح أم ماذا؟ الحقيقة تطوير اللقاح انه يبقى مفيد بياخد فترة من 10 ل 15 سنة في المتوسط. اقل لقاح تم تطويره قبل كده كان لقاح الغدة النخامية، خد 4 سنين. فكون ان هو في لقاح يتطور بحيث انه يبقى ممكن ياخده الناس ويجيب نتيجة فعالة بدون اثار جانبية في خلال سنة، ده انجاز علمي يعني كبير واول انجاز من نوعه تقريبا. طبعا هل تشك في هذا الانجاز دكتور؟ لا أشك في هذا الإنجاز. لا. طيب هل تشك في سلامة هو في لقاحات اللقاح؟ فعلا. لا، ما أظنش إن هو فيه حاجة تختص بالسلامة كبيرة، لأنه في إجراءات في الدراسات قبل ما يطرح في السوق اتخذت، يعني تم تجربته على عدد من الناس يصل إلى الآلاف. فلو في أي آثار جانبية كبيرة أو عالية أو حاجة، ده كانت هتوضح. طيب دكتور، كيف يعمل هذا اللقاح؟ قيل إنه يقوي جهاز المناعة، ما يجعل الجسم يستهدف فيروس كورونا إذا دخل إلى الجسم. هل هذا فعلا طبيعة عمل هذا اللقاح أم ماذا؟ ده صحيح، هي دي طبيعة عمل أي لقاح ضد أي مرض. يعني هو احنا بنحاول نحفز الجسم ان هو ينتج اجسام مضاده تبقى موجوده فيه باستمرار، بحيث انه لما يتعرض لفيروس كورونا بعد كده اللي هو كوفيد 19 او لاي مرض على حسب نوع اللقاح اللي متاخد، يلاقي الفيروس او البكتيريا او الميكروب، يلاقي المضادات ليه موجوده جوه الجسم، المناعه عاليه، فبالتالي يتم القضاء عليه قبل ما ياثر على اي جهاز من اجهزه الجسم. طيب دكتور، بس كيف هي الطريقه اللي بتختلف تفضل. الطريقة اللي بتختلف في اللقاح ده عن كل اللقاحات اللي قبل كده هو، ويمكن هو أول لقاح من نوعه في التاريخ، إن هو بيعتمد على طريقة اللي هو حاجة اسمها ماسنجر RNA. يعني هما بندخل جوه جسم الإنسان جزء جيني تبع الفيروس يخلي خلية الإنسان تنتج غشاء شبه الفيروس بالظبط. فبالتالي الخلايا الليمفاوية اللي في الجسم اللي مسؤولة عن الدفاع وإنها تحارب الفيروس بتبتدي تطلع أجسام مضادة. فإذا الجسم هو اللي بينتج الدواء بتاعه اللي بيحارب فيه الفيروس، مش إحنا اللي بنديله دواء من بره. طيب دكتور، التقنية دي كانت بتستخدم تماما. دكتور، أنا أقدر أن هناك في تأخير في الصوت، لذا لا تستمع إلي في الوقت المناسب، لكن قيل أن نسبة فعالية هذا اللقاح الأمريكي الألماني 90%. هناك لقاح آخر ظهر في روسيا ونسبة فعاليته تصل إلى 92%. لماذا يريد العالم الوثوق باللقاح الأمريكي واعتماده ربما في مرحلة مقبلة وليس اعتماد اللقاح الروسي؟ الدراسات اللي أجريت على اللقاح الأمريكي كانت دراسات مفتوحة وموثوق بيها، بمعنى أن كل الناس عارفاها ومتحددة ومحددة ذات فاعلية. إنما اللقاح الروسي نزل في السوق عند المرحلة الثانية قبل المرحلة النهائية، واعتمدوا إن هو لما الناس تاخده هم هيبتدوا يعدوا الناس اللي خفوا أو اللي قاوموا بهذا اللقاح، فبالتالي هم استبقوا النتائج قبل ما تطلع. برضو إحنا ما عندناش معلومات مفتوحة من الشركة أو المطورين ليه على يعني المرضى أو الأشخاص اللي خدوه، يعني وكون إنه يبقى فيه open source ده مهم جدا في تقييم البحث. طيب، هناك بعض الدول العربية التي اعتمدت هذا اللقاح الروسي، لماذا برأيك؟ الفكرة كانت العامة إنه هو إحنا اللقاح مفروض يدي إيه، يعني 90% مثلا فاعلية. الهيئة الأمريكية بتوافق على 50% فاعلية. تماما، فهذا يعني أنه نجح حتى في مراحله التجريبية هذا اللقاح. حتى هذا اللقاح في مراحله التجريبية، واللقاح الروسي أو اللقاح الصيني هما الاثنين لسه في المرحلة الثالثة بالتجربة. بس كانت الفكرة الجزء الصحي إنه هو لو هيقلل ولو نسبة
1%، 10%، 20% هيبقى احسن من عدد الوفيات العاليه دي. المهم ما يكونش ليه اثار جانبيه كبيره، وده الحقيقه ما فيش اثار جانبيه واضحه للمصلين وضحت حتى هذه اللحظه تستاهل ان احنا نقول ان هو المفروض يسحب من السوق. طيب دكتور، دول العالم تتهافت بشكل كبير على شراء الملايين من الجرعات وحتى أكثر مما تحتاج، لكننا لم نسمع دولة في العالم العربي تسارع في هذا الاتجاه. لماذا؟ متهيألي العقار الصيني كان متجرب في الإمارات، فعلى مستوى واسع، يعني 80,000 كانت التجربة بتاعته أو حاجة زي كده أو ما يقرب من هذا العدد. طيب. الحكومة المصرية أعلنت أن هو هيتعاقدوا على على جرعات من هذا اللقاح، بس الحقيقة اللي بيبقى له الأولوية دايما هي الدول اللي ساهمت في إجراء التجارب أو تبرعت للشركات عشان تجري التجارب. طيب. للأسف العالم العربي ما ساهمش في التجارب العلمية. لقاح فايزر بايونتك الذي تتهافت دول العالم الغربي على شرائه، ليس الروسي ولا الصيني. تمام. مقدرة شركة فايزر بايونتك انهم يطلعوا مصل هتبقى تقريبا 1.3 بليون في خلال لغاية اخر السنة الجاية اللي هو 2021. طبعا الأولوية بتكون للشركات للدول اللي هي ساهمت في تطوير هذا اللقاح، يعني اللي ادت لفايزر وبايونتك زي الحكومة الألمانية أو كده. بعد كده هو برضو بتيجي الفئات الأكثر تعرضا زي كبار السن، وطبعا مجتمعات الغرب عدد كبار السن فيها أكبر من العادي. فعلا دكتور، هذا ما قيل انه هذا اللقاح سيعطى الى الاشخاص الاكبر سنا ابتداء من 80 الى 70 الى 60 عام وربما 50 عاما في مراحله الاولى. لكن اريد السؤال عن لقاح أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد. لماذا لم يبصر هذا اللقاح النور؟ هل يتأنى البريطانيون بشكل كبير قبل ظهور هذا اللقاح أم ماذا؟ الحقيقة المدرسة البريطانية في الطب هي مدرسة مميزة جدا، وهي المدرسة اللي هي سلو بتشور، يعني ببطء ولكن بتأكيد. فهم مش هيفرجوا عنه إلا إذا اتضحت نتائجه 100%. هم جت في فترة أنهم علقوا التجربة بسبب حدوث أثر جانبي عند حالة واحدة بس من الألفات. هي كانت حالة واحدة من ألفات الناس اللي تموا عليه. بس الحقيقة هو مبشر بالخير، ممكن يكون متأخر في التوقيت الصحيح، انما عاده اللقاح ده لما بينتج بتبقى نتائجه من اعلى النتائج في العالم يعني. شكرا جزيلا لك من القاهره الدكتور إيهاب فرج، استشاري القلب والاوعيه الدمويه في معهد القلب القومي. مشاهدينا، هكذا